سەردەمانێک ڤینیسیای ڕۆژهەڵات بوو. ئێرە بەسڕای فەیحایە. بەسڕا سەردەمانێک هێمای داهێنانی عەقڵ و ئەدەب و نێخوازی شاعرەکان بوو. ئەمڕۆ هەموو هەوڵێکی بووە بە گەڕان بۆ دەرچوون لە تۆز و گەرمای بیابان بۆ قومێک ئاوی خاوێن جان دەدات. ئەوە لە کاتێکدایە سەرچاوی بژیە و ژیانی بەشی هەرە زۆری خەڵکی عێراقە و ١٩٠ نەوتی عێراق لەم شارەوە بەرهەم دێت. کەچی شارێکە دووکەڵی نەوت بەرەو چۆڵەوانی و فەرامۆشکردنی دەبات. ژماری دانیشتوانی بەسڕا لە 4 ملیۆن کەس پێکاتوە و زیاتر لە 30 ساڵە بەدەست نەبوونی ئاوی شیرینەوە دەناڵێنن. 30 ساڵە بەسڕا تینووە. ماي جرع ولا ينغسل بيه، ما اقدر تيزاب تخليه على وجهه. والله شاهد تيزاب تخليه على وجهه، يعني ماكو معاناة بالماء احنا ماكو ما حد غسل. انا بصراوي اصلي من هالبصر. اول ما صرت انا وذبت امي من بطنها لهذا يومك كله ماي مالح. يعني ماكو ماي حلو بالبصره نهائيا على هالصدام حسين وهذا يومك. ماي كله ماي مالح ووسخ حمله. جيبوا له ماي منك. هذا الماي هسه جاي يصب، شوفوا كله دود وطين. هذا هسه جاي يصب عندنا غير من البوريات، وكل واحد ساحب تقريبا 500 متر. تەواوی گەڕەکانی شاری بەسڕا بەدەست بێ ئاوی ڕۆدەناڵێنن. ئێرە یەکێکە لە گەڕەکە بێ ئاوەکانی بەسڕا بە مینای بەحری ناسراوە. 55 ساڵە ئەم گەڕەکە بنیاد نراوە. پیشەی ڕۆژانی دانیشتوانی بووە بە کڕینی ئاو. ئیدی خەمی هەرە سەرەکی شاری سەردیزلە و فراد و شەتی گەورە قومێک ئاوی سازگارە. والله ماينا مالح صار مدة، يعني قبل من 50 سنة أزيد ماي مالح، بس هالأيام هم صار مالح أزيد، صار هواي مالح كلش مالح. بالنسبة للغسل بنغسل حتى صابون ما يوقف نهائيا. شو نسوي؟ نروح نشتري مشترى ماي، نشبش ماي حلو دبة، وهذا الماي المالح ونغسل أو نسبح. يعني حتى المواعين بالنسبة الملابس اللي نغسلهن هم ما يوقف، هم ماي مالح ما يوقف، هم نشتري مشترى. يعني حوالي يعني الراتب كله ربع يطير من ورا بس الماي. نزیک ڕووبارەکە پڕ لە زبڵ و خاشاک و ئاوەڕۆی پیس، کەچی ئەم پیسبوونی ژینگەی ئاویە نەبووەتە ڕێگر لە بەردەم ژنێک کە بە درێژایی ژیانی خۆی ئاوێکی خاوێنی نەبینیوە. سەرڕای ئەمەش بژێوی ژیانی بریتیە لە خاوێنکردنەوەی ماسی بەم ئاوە پیسە و لەم ڕێگایەوە قوتی ڕۆژانی خۆی بەدەست دێنێت. عيشتنا بالسمة نروح الصبح ب3 ونرجع ب3 العصر، نروح ب3 الفجر نرجع ب3 العصر. نحصل هال10 هال15 على قد العيشة. هاي العيشة صعبة، يوم يصيح يوم ما يصيح، جايبينها بالقوة. وأنا مرة مجاهدة على العيشة، أطلع أشتغل ناكل، ما أطلع أشتغل ضامن. لەم شارە پڕ لە خێر و داهاتە، لەم شارە پڕ لە هەڵڵا و دەنجی پاپۆڕەکانی نەوت گواستنەوە و ئاڵۆگۆڕی بازرگانی، خەڵکی کار و کەسابەتیان کڕین و فرۆشتنی ئاوە. تعبان انا اصلا مالح نشربه ونص نسبح ونص نمشي.
يوم من الايام مثلا يوم نريد نشتري ماي ما ناكل، نشتري بفلوس الماي، يعني فلوس الاكل نشتري به الماي. الماي مالح ما نقدر نشربه. هذا الماي الكم حد مال كم حد، يعني ماي مالح ملينا تعبنا عمينا، عمت عيوننا الصبح من نغسلهن. الكم امل، الكم حد، الكم يعني صورة حال، يعني لا وين من ذاك وقت لهذا وقت، يعني ماي مالح تغسل ثوبك بيصير يابس، تغسل عيونك يعمن. يعني هاي عملية عيوني ما شوبين من الماي المالح، يعني هذا من الماي المالح، يعني لو ماي حلو لو ماكو منين نجيب ماي حلو؟ الكم صورة حال، الكم حد، يا حكومة يا دولة، يعني انتم تشربون ماي مالح ببيوتكم. قلة مياه الشرب في بعض المناطق تعود إلى عدة أسباب، أهمها أنه كمية المياه المتدفقة من أعالي نهري دجلة والفرات قلت بشكل كبير نتيجة النقص في الواردات المائية من دول الجوار، إضافة إلى التجاوزات على المجاري المائية على الأنهر في أعالي نهري دجلة والفرات. هذه الأسباب هي أدت بشكل واضح إلى نقص المياه اللي ترد إلى شط العرب، لكن العجز اللي يصير نتيجة النقص في وارداتنا من أعالي النهر من جيراننا يعني أدى إلى عدم إمكانيتنا تأمين أكثر من حوالي 85 متر مكعب في الثانية إلى البصرة. بەسڕە گرنگترین شارە بۆ بەرهەمێنانی ماسی، بەڵام پیسبوونی ژینگەی شارەکە وای کردووە ئێستا ماسیەکان بەهۆی بڵاوبوونەوەی ماددە کیمیاییە ترسناکەکانەوە لە کەناراوەکان بمرن. الماي مالح، كان يجينا الماي حلو، سمكتنا حلوه شيء، هسه الماي مالح ويجينا من البحر حتى السمكه ماتت كلها ماتت على الريقان على الشاطئ ماتت، ما ظل عندنا سمكه، كل شيء ماكو، والماي مالح لا ينسبح به لا شيء، لا صالح كل شيء ماكو، حتى الحيوان من يشربه يرحن عيونه ويموت. الحل نريد لنا ماي من تركيا، يروح الماي المالح يرجع للبحر. نيران كان ذيك الفتره جانا ماي فيضان نعمة صلوات، الماي حلو وجتنا سمكة حلوة مرتاحين، حتى تسبح هسه الحلال كله موت، يعني الجاموس الشي كله موت، مو ماي مالح يصعد على عيونها على شي وعماها وماتت. دکتۆر تاهیر قاسم ماوەی 12 ساڵە چاودێری ئاوی شەط العەرەب دەکات. ساڵانە بەشێک لە ئاوەکانی بەسڕا دەبات بۆ تاقیگاکان. پێی وایە مردنی ماسیەکان هۆکارەکەی تەنیا بۆ سوێری ئاوەکە ناگەڕێتەوە، بەڵکو پڕ بووە لە مادەی ژەهراوی. طبعا احنا امام كارثه وكارثه تاريخيه، يعني عمر شط العرب ما تعرض الى هذه نسبه التسمم اللي صار في شط العرب، اللي يقولون عليه دائما المد الملحي، ولكن انا اقول المد السمي. يعني جاي نشوف الاسماك والطيور تقتل مجرد انه الطيور يعني مجرد انه تشرب ماء من شط العرب وهي تموت. فلو كانت المد الملحي يعني مياه من البحر زين، طيب هذا البحر الموجود الخليج العربي ما بيه طيور
ما بي أسماك، ليش ما تموت بالكويت، بقطر، بالبحرين، بالإمارات؟ ليش تموت بالبصرة؟ مياه البصرة احنا داخل شط العرب بالذات، داخل مدينة البصرة، منطقة العشار ومنطقة أبو الخصيب والأبو الفلوس، للأسف والأملاح طبعا إلى حد الفاو ارتفعت بشكل حاد جدا نتيجة المد المالح. إضافة إلى هذا توجيه مياه المجاري بشكل مباشر إلى النهر، هذا كان من العوامل المؤثرة في زيادة نسبة التلوث، وهذا التلوث الواقع يعتبر من أخطر مواد التلوث. يعني يجب أن يكون هناك اهتمام جاد من الحكومة المركزية والحكومات المحلية في إزالة هذا التلوث بإنشاء يعني بمعالجة مياه المجاري ونقلها إلى مكانات أخرى وعدم سكبها في شط العرب. یەکێک لە هۆکارەکانی پیسبوونی ئاوی بەسڕا بۆ کەمی ئاستی ئاوی دیجلە و فورات دەگەڕێتەوە. ئەمە ژوا دەکات ئاوی دەریاکان بە پێچەوانی ئاستی ئاوی شەط العەرەب بگەڕێتەوە و ڕێژەی سوێری زیاتر ڕوو لە هەڵکشان بکات. طبعا شط العرب يوميا مرتين مد وجزر ومد وجزر يوميا، فيجيب هذه السموم وياه إلى داخل البصرة. وأكو الغسيل الصناعي، أكو عندهم منشآت صناعية مثلا مصفى عبدان يصير به مسكوبات للغسيل الصناعية بها مواد سامة تدخل مباشرة على شط العرب، وبعدين لأنه قلت الإطلاقات المائية من دجلة والفرات راح يكون ماء البحر يطغي، لأنه من يقللون الحصة مال البصرة اللي هي مقدرة 120 متر مكعب بالثانية جاي توصل إلى 40 و50، فينخفض المنسوب في شط العرب، مما يؤدي أنه هذه المياه اللي جاية من البحر تصطحب معاها هذه المسممات والمواد الكيميائية إلى داخل البصرة، مسببة إلى تلوث كيميائي. رداءة نوعية المياه نتيجة لدخول اللسان الملحي من الخليج العربي باتجاه الأراضي الداخلية والمياه الداخلية العراقية، مما أثر بشكل كبير على المشهد الطبيعي للبيئة العراقية، حيث تناقصت أعداد أشجار النخيل المتواجدة على ضفاف شط العرب بشكل كبير، وتراجع إنتاج العراق في القطاع الزراعي خاصة في إنتاج التمور، بعدما كان من أهم الدول الموجودة في الشرق الأوسط من ناحية إنتاج التمور، أدى أيضا إلى التأثير على القطاعين البيئي والزراعي بشكل مؤثر جدا، خاصة في مناطق الأهوار العراقية بعد ارتفاع اللسان الملحي. أيضا بەشێکی زۆر لە ئاوی بەسڕا ئەم پاڵاوگە بچووکانە دابینی دەکەن، بەڵام گرفتەکە ئەوەیە لە دەرەوی ڕێنمایەکانی حکوومەت و پێوەرە زانستیەکان ئاوەکە دەپاڵێون و بە دانیشتوانی بەسڕای دەفرۆشنەوە. وهذا كله ملح، هاي بسبب زايد. أنا هسه ماي من شط العرب جاي سحبه، عندي نسبة ملاح شط العرب 20,000 درجة واصلة، على محطة جاي شغلة، وجاي شغلة من محطة إلى محطة ثانية، وجاي أكرر الماي من 20,000 درجة جاي آخذ من عنده نسبة أملاح إلى يعني يصدر ماي حلو نسبة أملاح 30 درجة فقط. هذا حامض، هذا قاتل كلور، هذا شب أضيفه للأملاح شوية يقتل عندي الأملاح وهذا كلور أضيفه للماي. زين هاي المواد كلها جاي أضيفها للماي، يلا يتخرج ماي حلو عندي. في مياه الشرب اكو خلل في منظومة توزيع المياه داخل مدينة البصرة، يعني مع الأسف وهناك متجاوزين داخل مدينة البصرة. يعني اكو مصادر أساسية لمياه الشرب يجب اعتمادها، واللي هي قناة البدعة اللي تصل إلى محطة R0، واللي هي المفروض توزع المياه بشكل عادل ومتساوي إلى كافة المناطق في مدينة البصرة. لكن ما يحدث أن هناك تجاوز على الخطوط الناقلة
من محطة R0 إلى محطات محددة تقع على شط العرب، مثل وخاصة محطة البراضعية. أروح أنا دائما أخذ العينات وأراقب الشط من 2018 لحد الآن، فوجدت ما يقارب 60 أو أكثر من العناصر والمواد الكيميائية المحرمة دوليا أنه تكون في مياه الشرب أو الإسالة، وهذه بدورها العناصر تتحد كل يعني عنصرين أو ثلاثة تكون مكون، وهذا المكون سام ومسرطن. منداڵان بێباک لە مەترسی پێکهاتەکەی لە ناویدا مەلە دەکەن. والله الماي ليه كذب عليك؟ الماي مالح، بس هي متى تطفى الكهرباء فاحنا نجي نتونس ونسبح ونروح لحنا. يعني الكهرباء متى تطفى حارة نجي نسبح ونتونس ونروح. الحقيقة احنا نشعر ب يعني أسف أنه المنظمات العالمية مجرد إعلام، ماكو شيء جدي لحد الآن. يعني أكو من يحاول أن يتدخل، بس للأسف التدخل مو جدي، وما شفنا مساهمات جادة في هذا الجانب. يسعى برنامج الأمم المتحدة للإنماء بالعراق بالتعاون مع حكومة جمهورية العراق بالتعاون مع الحكومة المحلية لمحافظة البصرة في إنشاء العديد من المشاريع التي من شأنها أن توقف تأثير التغير البيئي على البيئة البصرية بشكل كبير، إضافة إلى إعطاء السكان المحليين القدرات لمواجهة التغيرات المناخية. فمثلا إنشاء مجموعة من عمليات إعادة التأهيل لكثير من محطات التحلية لاعتمادها أن محطات التحلية توفر كمية ملائمة من المياه الصالحة للشرب. ئێستا نزیکەی 500 منداڵی بەسرا تووشی شەلەل دەماغی بوونە. ڕۆژانە 16 بۆ 17 کەس تووشی شێرپەنجە دەبن. ئێستا بە مەترسیدارترین نەخۆشی ئەم شارە دادەنرێت. تەواوی ئاوەڕۆکانی ئەم شارە خراونەتە سەر ئاوی شەط العەرەب. الماي كله مخلوط مجاري ونفايات، هذا مو بس واحد، مو بور واحد، عدة بوريات من الجزيرة وانت جاي، وذيك الصفحة صفحة الكورنيش هم كلها مجاري، حتى مجاري المستشفى مالت التعليمي هم على الشط. واحنا جاي نشتري الماي بفلوسنا، جاي نشتري سموم وجاي نشربه، لأن ماكو شارة، لازم نشتري احنا ماي على اساس مصفى وحلو. وهو شوفت عينكم، شوفوا هذا الماي. وانا عندي ابني صار بي سرطان والسبه الماي وتوفى الى رحمه الله، ومو بس انا، تقريبا ثلث البصره هي سرطان. الماي المالح صار عندي، هاي قده صارت عندي، ما عندي فلوس اشتري ماي، اشرب ماي مالح، شو اسوي؟ انجبر. شو اصير؟ العيشه الخبز مشترى، الدهن مشترى، الشكر مشترى، الطحين مشترى، ما عندي راتب، بيت اجار. تقريبا 50% بالمواطنين البصره، طبعا هاي نسبه عاليه راح يتفاجئ الاخ المستمع، لكن اكثر من نصف شعب البصره بمسرطنات. اكو مسرطنات من جسم ظل 12 سنه يلا تظهر، واكو 5 سنوات، فمو معناها انه احنا جاي نمشي بالشوارع ونمارس حياتنا الطبيعيه بصوره عاديه انه احنا خاليين من هذه الامراض، لا، بينا امراض، لكن توصل الى مرحله سنه من السنين تصير كارثة عظمى في البصرة لعدد الوفيات بالسرطان. والآن احنا تقريبا يوميا 16 إلى 17 إصابة سرطانية في اليوم. هەمووان بێئاون، هەمووان خەمساردن سەبارەت بە ئاوی شەط العەرەب کە سەرچاوی ئاوی خاوێنی بەسڕایە. زیاتر لە 60 پێکهاتە و مادەی مەترسیدار لە ئاوی شەط العەرەبدا هەیە. البصرة تشكو من العطش وتشكو من الإجهاد، بالرغم من كونها هي المدينة الأساسية في تمويل كل العراق بالثروة. الأمن المائي يرتبط بالأمن الغذائي ويرتبط بالأمن منظومة الأمن العام للبلد. إذا ما تنتبه القيادات السياسية إلى هذا الموضوع راح تفوتنا فرص أخرى. فاتتنا العديد من الفرص وراح تفوت فرص أخرى لتقميم الوضع في العراق
ومعالجة مخاطر اللي أمامنا بشكل جدي وحازم، وهذا ما أتمناه. شط العرب منذ آلاف السنين متكون، يمرض ولا يموت. يعني اللي يردون يقتلون شط العرب هذول واهمين، يعني هم راح يموتون وشط العرب يبقى خالد. فهذه جريمة بحق الإنسانية أنه هذه مياه الشرب تكون تحتوي على هذا الكم والعدد والنسب والتراكيز من المواد السمية. بەسڕا کە مەیدانی شەڕ و پێکدادانی گەوری عێراق و ئێران بوو لە هەشتاکانی سەدی ڕابردوو، ئەمڕۆ بووە بە شاری گەڕان بە دوای ئاوی سازگار بۆ خواردنەوە. وەکەوەی شاعری نوێخوازی بەدر شاکرسەیە پێشبینی ئەوەی کردبێت، هەر بۆیە لە سرودی باراندا نووسیوێتی: وەکو ماسیگرێکی غەمبار تورەکەکەی کۆ دەکاتەوە و نەفرەت لە هەرچی دەریا و لە چارەنووسی خۆی دەکات. کاتێکیش مانگ ئاوا ئەبێ سترانێک دەنگ دەداتەوە: باران باران.